السلام عليكم ورحمة الله. في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق الوطني اليوم الجمعة، تحدث الناخب الوطني وليد الركراكي مع اللاعبين. وقبل انطلاق هذه التدريبات كان هناك حديث طويل للناخب الوطني وليد الركراكي مع اللاعبين بعد مباراة جورجيا الودية التي استخلص منها الطاقم التقني العديد من الدروس. كما أن اللاعبون تفاعلوا مع حديث الناخب الوطني، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة في تدريبات عالية وأخرى في تدريبات إزالة العياء. وأيضا من خلال الحصة التدريبية التي خاضها الفريق الوطني يوم الجمعة، أكد الطاقم الطبي والتقني بأنه لا يوجد إصابات في صفوف لاعبي الفريق الوطني، بحيث جل اللاعبين الذين شاركوا في حصتين تدريبيتين. الأولى خصصت إزالة العياء اللاعبين الذين شاركوا في مباراة جورجيا، والثانية للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة. وقد شارك كل اللاعبين في هذه الحصة، حتى حكيم زياش فقد شارك في حصة إزالة العياء بواسطة الدراجة، وبالتالي لا تخوف بخصوص الوضعية الصحية للاعبين. وهناك من يقول أن هناك مؤامرة حول عبد الرزاق حمد الله لأنه لم يتوصل بالكثير من الكرات، وهذا كلام خاطئ لأن اللاعب لا يزال ينسجم مع اللاعبين، وخصوصا أن عبد الرزاق حمد الله كان غائبا عن صفوف الفريق الوطني لمدة 3 سنوات. هذه آخر أخبار المحترفين المغاربة، في أمان الله ومع السلامة.